السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة مستر كريبتو؟ فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة باخبار العملات الرقمية. ارتفاع كبير لعملة تيرا لونا كلاسيك اليوم، وتجاوز الارتفاع اكثر من 40%. بالفيديو اصدقائي راح نتكلم عن سبب الارتفاع وشو تحليل العملة وين المقاومات القادمة. قبل ما نبلش فيديو اصدقائي بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى انضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناة. خليكم معنا لنهاية الفيديو تعرفوا اخر اخبار سوق الكريبتو. اول اصدقائي خلينا نتكلم عن حرق عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا خلال الايام الماضية تقريبا من 48 ساعة لحد الان منصة بايننس حرقت تقريبا مليار و100 مليون قطعة من عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا هذا الشيء ما ادى لارتفاع عملة تيرا لونا كلاسيك، لكن الخبر الكبير اليوم كانت من مطوري عملة تيرا لونا كلاسيك. وطبعا اقترحوا مطوري عملة تيرا لونا كلاسيك ترقية بشبكة البلوك تشين الخاصة بعملة تيرا لونا كلاسيك. هاي الترقية راح تكون الترقية الأكبر من لحظة تولي مجتمع عملة تيرا لونا كلاسيك مسؤولية البلوك تشين. طبعا أصدقائي انهيار عملة تيرا لونا كلاسيك كان في شهر مايو الماضي، يعني في شهر 5 من العام الماضي. طبعا مر تقريبا عام على انهيار عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا بالاقتراح الجديد لعملة تيرا لونا كلاسيك هو بناء مشاريع على عملة تيرا لونا كلاسيك، يعني في عملات وفي مشاريع راح تنبني على شبكة تيرا لونا كلاسيك وراح ترجع على الشبكة مثل ما كانت بالسابق، عملات بتنبني على هاي الشبكة. طبعا بعد استلام المجتمع كانت مجتمع العملة أو كانت شبكة العملة عبارة عن شبكة من اللاير الثاني، لكن بعد التطوير راح تكون مماثلة لشبكة تيرا 2.0 اللي هي عملة تيرا لونا الجديدة، وطبعا راح توافق كمان مثل شبكة الكوزموس، وبالتالي راح يسمح للمشاريع والمطورين بالبناء مرة أخرى على شبكة عملة تيرا لونا كلاسيك، وهذا الشيء راح يؤدي في زيادة لحرق عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا أصدقائي راح يبدأ التصويت على هذا المشروع أو هذا التطوير في يوم 7 يونيو، يعني بعد 3 أيام من الآن. وإذا تم الموافقة من قبل المجتمع على هاي التطوير راح يتم بدء التنفيذ وتطوير في يوم 14 يونيو، يعني بعد 10 أيام من الآن راح تكون شبكة تيرا لونا كلاسيك مطورة وجاهزة لبناء المشاريع عليها. وهذا الخبر أصدقائي اللي كان من تقريبا 22 ساعة أدى إلى ارتفاع كبير بعملة تيرا لونا كلاسيك، وما بننكر إنه الارتفاع جاء بعد كسر مهم للترند الصاعد أو ترند الهابط عفوا اللي رسمناه بالفيديوهات الماضية على عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا اخترقنا هذا الترند واقفلنا اعلاه واقفلنا اعلى الموفينج افريج 200، وهذا اللي سمح بدخول مزيد من عمليات الشراء على عملة تيرا لونا كلاسيك، وسبب عندي ضغط شرائي كبير على العملة. حاليا المقاومة الوحيدة اللي ممكن توجه لها هي مقاومة 0.3 11.5. طبعا لازم نكسر هاي المقاومة، ما نفشل عندها لحتى نرجع مرة تانية لمناطق تقريبا 0.313. لكن اذا فشلنا بكسر اصدقائي ممكن نعمل اعادة اختبار لمناطق الموفينج افريج 200 ويصير عندي انخفاض بنسبة تتجاوز 20%، وهذا الشيء اللي ما بنتمناه كمستثمرين ومخزنين لعملة تيرا لونا كلاسيك. لازم نكسر مقاومة 0.3 11.5 او منطقة 0.3 بهاي المناطق حتى اتوجه للمقاومات التالية اللي هي مقاومة 0.3 ونص الى منطقة 0.3 14 ونص. هاي مناطق مقاومة عنيدة، ما بتوقع انه ننجح بكسرها من المرة الاولى، ممكن يصير عندي هبوط من هاي المناطق مناطق 14 ونص. ما بتردد بدخول صفقة شورت مع اعادة اختبار مناطق 12 ونص. اصدقائي نكون وصلنا لهاي الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.